أفاد مراسلنا في إسلام آباد بأن حركة طالبان باكستان نفت ما أعلنه الرئيس الأمريكي باراك أوباما بشأن مقتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، وأكدت أنه حي وفي مكان آمن. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا مراسلنا من باكستان طارق محي الدين. طارق، صباح الخير مرة ثانية. بداية، ماذا عن هذا الخبر نفي طالبان باكستان لنبأ مقتل بن لادن؟ نعم، حقيقة وسائل الإعلام الباكستانية كافة تناقلت هذا الخبر نقلا عن مصادر في حركة طالبان الباكستانية التي قالت بأن أسامة بن لادن ما زال حيا وأنه في مكان آمن في منطقة داخل باكستان. طبعا لم يتسنى لنا بالتأكد من هذا الخبر من جهات رسمية باكستانية أو استخباراتية، ولكن كم المعلومات الذي يصلنا من كافة الوسائل الإعلام وغيرها من المصادر هو كم كبير جدا، وهناك حقيقة تضارب كبير بين الأنباء وتشكيك في عملية مقتل أسامة بن لادن من قبل عدد من المحللين السياسيين والخبراء في مجال التنظيمات المسلحة، ويعلنون ذلك بأن حتى أسامة الرئيس الأمريكي والمصادر الأمريكية لم تعلن أو تضع أي صور حية أو صور فوتوغرافية لجثة أسامة بن لادن. هذا ما يشكك أن حتى الآن المصادر الأمريكية حتى رغم الإعلان للرئيس الأمريكي أسامة بن أوباما بأن أسامة بن لادن قد قتل بالفعل، إلا أن هناك ما زالت مصادر تشكك بمقتل هذا الرجل، لا سيما وأن مصادر استخباراتية باكستانية أيضا لم تعلن، أو مصادر في الجيش الباكستاني لم يعلن عن تأكيدات هذا الخبر. لكن حركة طالبان باكستان كان سبق له أن نفت مقتل محسود ثم تبين أنه قتل بعد ذلك. نعم، وايضا لا كمال بان منذ عده سنوات ايضا وفي نفس التاريخ تقريبا 1 مايو الرئيس الامريكي خرج على الملا وقال ان اسامه بن لادن قد قتل بالفعل، وان الشعب الامريكي وهو ايضا الرئيس الامريكي خرج بنفس الاعلان. ولكن السوابق او الاحداث السابقه تؤكد بان الولايات المتحده حتى الان لم تؤكد هذا الخبر، وايضا حركه طالبان قد يكون لديها معلومات بأن أسامة بن لادن بالفعل. العموم كمال، حقيقة نحن ننتظر عملية التأكيد، لا سيما أن هذه العملية تمت على الأراضي الباكستانية، وبالتالي لابد بأن يكون هناك تأكيد رسمي من قبل الحكومة الباكستانية سواء من وزارة الداخلية أو من هيئة الاستعلامات التابعة للجيش الباكستاني. وربما طارق هنا أيضا، هل لديك معلومات عن الدور الباكستاني في هذه العملية؟ نعم، المصادر التي وصلتني تقول بأن هناك كان تعاون استخباراتي عالي المستوى بين الجهات الباكستانية والأمريكية، وهناك أيضا مصادر من منطقة ابتباد تقول بأن الجيش أو قوات باكستانية شاركت في العملية التي قادتها القوات الأمريكية بطائرتين المروحيتين على منزل يدعى منزل في ابتباد في منطقة بلال كالوني أو مجمع السكن بلال لأحد السكان هناك، وهو يدعى أرشد بحسب المعلومات التي وصلتني، وهو ينتمي إلى منطقة سواد. وبالتالي هذه المعلومات حتى الآن أيضا هي مجرد معلومات من مصادر مختلفة، سواء من منطقة ابتباد التي تمت بها العملية أو من مصادر إعلامية تتنقلها وسائل الإعلام المحلية الباكستانية هناك مع السنة. طيب، أنباء عن اعتقالات في أوساط طالبان باكستان تحسبا لعمليات انتقامية داخل المدن الباكستانية، كيف هو المشهد الأمني الآن في باكستان؟ نعم، حقيقة نحن هنا في العاصمة الباكستانية إسلام آباد ربما شهدنا بعض التجديدات الأمنية على بعض المنشآت الحساسة، ولكن الأخبار التي قالت أن هناك أيضا عملية اعتقال لعدد من عناصر تنظيم القاعدة ومساعدين كبار لأسامة بن لادن قد تمت خلال هذه العملية، ومقتل نجل أسامة بن لادن. كل هذه المعلومات تشير إلى أن هناك قد تكون هناك تحسبات أمنية في كافة المدن الباكستانية، خاصة في المدن القريبة من الحدود الباكستانية الأفغانية
مثل هذه المدينة إبتاباد وأيضا بشاور وغيرها من المدن التي تنشط فيها حركة طالبان الباكستانية على خط التماس الحدودي مع أفغانستان. ولا تنسى كمال أيضا بأن حركة طالبان الباكستانية وهناك تنظيمات عديدة من هذه الحركة متعاونة ولها اتصالات كبيرة جدا مع تنظيم القاعدة ولها تنسيق عالي مع تنظيم القاعدة، وأنها قامت بعمليات نوعية داخل الأراضي الباكستانية. وأيضا هناك تنسيق بين حركة طالبان الباكستانية والأفغانية للقيام بعمليات عسكرية ضد قوات التحالف في أفغانستان على طول هذا الخط. مراسلنا طارق محي الدين كنت معنا من باكستان، شكرا جزيلا لك.